مباشرة من القناة الثانية المستهل بالعناوين. بهدف محاصرة انتشار الوباء ببلادنا، مراكز صحية مرجعية سيتم اعتمادها بمختلف الأحياء لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بفيروس كوفيد-19. القرار أعلنه وزير الصحة أمس في ندوة افتراضية. المغرب ما يزال يساهم في تضميد جراح لبنان بإرساله لمساعدات إنسانية وطبية وإقامة مستشفى عسكري ميداني وسط بيروت. ردود فعل اللبنانيين نرصدها من بيروت. والخبر الفني نعرضه من الرباط لفنان تشكيلي يعشق الرسم وفن الكاريكاتير، عبر ريشته يمرر رسائل للتوعية والتحسيس بالقضايا الراهنة من بينها الوقاية في زمن الجائحة. إلى التفاصيل. أهلا بكم من جديد. بهدف محاصرة انتشار الوباء ببلادنا، مراكز صحية مرجعية سيتم اعتمادها بمختلف الأحياء لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بفيروس كوفيد-19. ذاك ما أعلنه وزير الصحة خالد أيت طالب مساء أمس في ندوة افتراضية. هذه المراكز ستستقبل الحالات التي يحيلها عليها أطباء القطاع الخاص والأطباء العامون، وكذا صيدليات المتواجدة على مستوى كل حي، حيث سيتم فحص الأشخاص المشتبه في إصابتهم على مستوى هذه المراكز الصحية. جليلة بن فتان معها التفاصيل. ارتفاع ملحوظ في الأيام الأخيرة في عدد حالات المصابة بفيروس كورونا، أرقام دفعت وزارة الصحة إلى رفع حالة التأهب بتبني استراتيجية جديدة تتمثل في اعتماد مراكز صحية مرجعية بمختلف الأحياء، مراكز ستستقبل الحالات التي يحيلها عليها أطباء القطاع الخاص والأطباء العامون، وكذا الصيادلة بالصيدليات المتواجدة على مستوى كل حي. الهدف، يؤكد وزير الصحة خالد أيت طالب في مداخلته خلال ندوة افتراضية، هو الرفع من فضاءات الكشف للتكفل العاجل بالمرضى، إما في منازلهم بالنسبة لمن ليست لديهم أعراض ولا يعانون من أمراض مزمنة، وذلك بتنسيق مع ممثل الإدارة الترابية، حيث سيتم تمكين المرضى من فحص تخطيط القلب وغيره من الفحوصات الأخرى المطلوبة ومنحهم الأدوية مع ضمان المراقبة الطبية المستمرة، في حين الحالات التي يتعذر عليها الخضوع للعلاج المنزلي سيتم التكفل بها على مستوى المؤسسات الصحية المختلفة. وزير الصحة اعتبر كذلك أن ارتفاع حالات الإصابة كان أمرا منتظرا بالنظر إلى ارتفاع أعداد اختبارات الكشف عن الفيروس، وكذا بعد السلوكيات الفردية والممارسات غير المحسوبة والمتساهلة مع الوضع الذي نعيشه. وأمام هذه الوضعية الوبائية، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التقيد بالتدابير الوقائية وعدم التراخي في مواجهة الجائحة، والتي تتمثل في وضع القناع وإضفاء الصبغة القانونية على وضعه وتوقيع العقوبات على المخالفين لهذا القرار، كذلك الحرص على التباعد الجسدي ونظافة وتعقيم الأيدي بهدف الحد من انتشار الوباء وتراجع الإصابات والوفيات. وبمنطقة مشروع الحسن الثاني بمقاطعة الحي المحمدي، أقدمت السلطات المحلية على إغلاق الطرق المؤدية لإحدى العمارات السكنية، وذلك بعد الاشتباه في وجود بؤر عائلية داخلها. الحالات المشتبه في إصابتها تم نقلها إلى المستشفى لتتبع وضعها الصحي. كاميرا القناة الثانية رصدت هذا الصباح إقدام السلطات المحلية على نصب الحواجز الحديدية لضبط تنقلات المواطنين الذين سجلوا بارتياح التدابير المتخذة درءا لتفشي الوباء في هذا الحي المعروف بكثافته السكانية. الروبورتاج لأمين حدو والتحرير بقلم فتح الشاب. وأعداد المصابين بسارس كوف 2 في ارتفاع مستمر. أمس أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1132 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، إلى جانب 17 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 861 شخصا خلال 24 ساعة المنصرمة. ياسر الكويندي والتفاصيل. أعداد الإصابة بفيروس كورونا يحافظ على استمرار تخطي عتبة 1000 إصابة بشكل يومي، فقد أحصت المختبرات الوطنية خلال 24 ساعة الماضية 1132 حالة. يرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى حدود هذا الوقت إلى 35195، أي بمعدل إصابة تراكمي يساوي 97 لكل 100,000 نسمة.
وتيرة التعافي في منحى تصاعدي بتسجيل 861 حالة شفاء، ليرتفع مجموع حالات التعافي التام إلى 25385 حالة، أي بنسبة 72%. كما تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 533 حالة. حالات الوفيات 17 المسجلة في 24 ساعة الأخيرة سجلت بكل من مراكش 6 حالات وفيات، الدار البيضاء 4 حالات وفيات، 4 حالات وفيات سجلت بجهة درعا تفيلالت، حالتي وفاة بفاس، وحالة وفاة واحدة بطنجة. مجموع الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج يبلغ حاليا 9277 حالة. أما مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 232 حالة، 57 منها تحت التنفس الاصطناعي. وعبر العالم يتسارع السباق بين الدول الكبرى، في مقدمتهم روسيا والولايات المتحدة، لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا. من جهتها علقت منظمة الصحة العالمية على سباق إعلان اللقاح أن روسيا تطور لقاحا فعالا، بالقول إن المرحلة التي تسبق الترخيص والترخيص للقاح يخضعان لآلية صارمة. وإلى حدود اليوم أودى الفيروس بحياة حوالي 737 شخصا، في حين تعدى عدد المصابين بوباء كوفيد-19 20 مليون شخص عبر العالم.